السلام عليكم إخواني وأخواتي المشاهدين متابعي قناة رياكشن مع محمد. تحياتي لكم جميعا إخواني وأخواتي. في هذه الحلقة نشوفوا الآراء ديال الناس حول الساعة الإضافية للإخوان والتأثير ديالها على صحة المواطن. كاملين حنا ضد هذه الساعة في حملة الإلغاء الساعة هذه إن شاء الله. المغاربة كاملين جميع صناع المحتوى والمؤثرين متفقين كاملين دايرين حمله باش تلغى الساعه، وكنتمنى ان شاء الله الصوت ديالنا يوصل ويتحقق لنا هذا المطلب ديال الغاء الساعه ان شاء الله، لان بهذه الساعه هذه ما مناسباش لا توقيت للدراري الصغار اللي كيقراو في الصباح بكري في نص الليل، اللي خدام هذه الساعه هذه بصراحه من بعد الدراسات اللي اكتشفوا بانها غير صحيه، هي اللي مأثره على صحه الانسان. كاين اللي تيقول لك لا راه من كورونا كذا، ما كاين لا كورونا لا والو الاخوان. من ديك اللحظه في 2018 وهي مطبقه علينا هاد الساعه هذه، تقريبا دابا من 2018 8 سنين، دابا 8 سنين ديال المرض ديال الويل اللي كنشوفوا مع هاد الساعه هذه بصراحه والله العظيم، لان على الصحه المواطن راه كتاثر من بعد الدراسات اللي اكتشفوا. الاخوان خليو نشوفوا الاراء ديال الشارع شنو كيقولوا حول هاد الساعه، واش بغاوها تلغى ولا لا. ولو كان يلغيوها كاع كاريمون. الساعه الجديده ما عندنا مشكل فيها، حنا بحال الجديده بحال القديمه. الساعه ما مناسباناش، لو كان افضل انهم يرجعوا لنا الساعه. الانسان فيزيولوجيا ديالو كنمشيو على حسب الجو، كنشوفوا الظلام خصنا نرتاحوا ونعسوا. نعم، لان بصراحه هذه هي الحقيقه. المره بنادم باش ينوض في نص الليل الاخوان مع الصباح وسميتو راه خص الدراري الصغار الوليدات ديال اللي تيقراو في الابتدائي ولا ابتدائي ولا ثاني ابتدائي، انا الدراري بزاف عليهم باش ينوض في نص الليل ويمشي يقرا. كي دايره الدراسه اللي غيقراو كيفاش يكون التركيز ديالو، بصراحه ما مناسباش الاخوان. يفيقوا يمشيو للمدرسه، كيفيقوا مساكن كيلقاو باقي الظلام، كيكونش عندهم النفسيه انه يمشيو للمدرسه. حنا سيدي مع الساعه الجديده ولا القديمه خصنا على الرخاء، وخصنا بنادم يكون بخير ومزيان. كاباء كاملين حنايا ضد هاد الساعه هذه اللي كيزيدوا تتكرفسنا، تتكرفس الوليدات، تتسرق لنا من الحياه ديالنا، من الوقت، من الانرجي حتى هي ديالنا، تنضيعوا في النعاس. راه ديجا كاينه واحد العريضه اللي طالبين انها تلغى، كنتمنى انها يفتحوا فيها النقاش. انا مع نعم، هذه العريضه راه كاين توقيع ديالها، ان جميع تقريبا الشعب رافضه. خص تكون القرار ديال الحكومه. مازال ما بغاتش تجاوب لهذا المطلب، وكنتمنى تجاوب لان الصوت الشعب هو كلشي. الحكومه اللي ما كتستجبش للشعب ديالها راه ما كاينه حتى حاجه. حنا مقبلين على الانتخابات، الحكومه الفاشله اللي مازال ما بغاش تجاوب الاخوان. الفكره ديال اننا نسترجعوا الساعه القديمه كمواطنين مغاربه، لانها اقرب الى حياتنا الطبيعيه، طفولتنا، خصوصا الناس اللي كبروا مع هذه الساعه هذه. الناس اللي كبروا معها قبل الدار كيعرفوا ان تبرمجوا بيولوجي العاديه احسن، ما قراناش يخليوها هي اللي تبقى ديما. بالنسبه للمغاربه كلهم راه مع هذه الساعه هذه الحاليه. نعم، حنا كل الشعب بصراحه الحكومه اللي ما بغاتش تجاوب كنتمنى تجاوب. خص تعرف المعاناه ديال الشعب. كنتمنى هذا المطلب يتجاوب. كنتمنى من الحكومه ولا من المسؤولين يشوفوا هذا الشيء بعين الاعتبار. انا الساعه هذه احسن ليا، ما هي حاجه احسن ساعه هي هذه. النهار كيكون زوين والناس كيقضيو الغراض وكل شيء. هذا الروبورتاج الاخوان ديال هذا الفيديو دار في رمضان، فاش تحيدت الساعه. كيدويو على الساعه اللي كانت قديمه اللي كانت في رمضان. بالنسبه للمدرسه الاطفال الصغار في الصباح كيبغيو يفيقوا بالصباح مزيان، كيكونوا مرتاحين. اما ديك الساعه الزايده خويا تتعذبنا بزاف بالنسبه لينا حنايا كخدامين هنايا في السويقه، وبالنسبه للوليدات ديالنا بالنسبه للمدرسه وكذا. تفيق الصباح بكري، تفيقوا بكري كما كيشبعوش نعاس. حاليا دابا الساعه تبارك الله مزيانه مخيره. الساعه هذه فيها البركه، فيها البركه بزاف من ناحيه الناس، الماكله والقرايه والصلاه. احسن حاجه هي الحاجه اللي عطاني الله سبحانه وتعالى، طبيعيين نبقاو على الطبيعه. علاش غنغيروا هذه الساعه؟ هذا الروبورتاج الاخوان في رمضان فاش تحيدت الساعه، كيفاش ارتاح الناس في هذيك الساعه اللي تحيدت في رمضان. بنادم بان ليه الفرق بين قبل ومن بعد. كيفاش كنا كنعيشوا الحياه في رمضان
وقبل رمضان، يعني فاش تحيدت الساعة في رمضان ولات عندنا واحد الحياة عاد عرفنا بأن ديك الساعة عندها تأثير، حسينا بها. هذه هي الخرجة اللي خرجوا بها الناس من بعد رمضان، فاش رجعت الساعة يعني تما الإنسان حس في رمضان بأن كاين تغيير بين الساعة الجديدة والقديمة. بالخصوص في صلاة الفجر، دابا شحال هادي راه مع الفجر تقريبا مع السبعة، يعني ملي كتصلي الفجر واش ترجع تنعس ولا تمشي للخدمة؟ هاد الساعة اللي مزيانة حيت هي الساعة ديال الصلاة وهي اللي مهمة. إخوان شوفوا التصريح ديال هاد الوزير هادي نحول الساعة ديالها واش معنا حتى هي ولا ضدنا. اش هذا الحماق هذا؟ حنا فقدنا السياده ديالنا كامله ولا شنو؟ ما بقيناش نقروا حتى في هذه المساله هذه. ماشي تسمع الغنو حيت غنو كيفيقوا ما قبل منا ساعات، حنا نبدلوا الساعه باش يعني كتدوا على الشركات الاجنبيه هما اللي يعني بحال هي اللي فرضت هاد الساعه تكون في المغرب. يعني المغرب تابع لهذا النظام ديال الاستعمار ديال فرنسا. الشركه ديال رونو في طنجه وغير من الشركات يعني ديال السيارات اللي كاينه في طنجه، يعني هكذا هما مشاو على هذا النظام وطبقوه على المغرب كامل، فهذا يعني نظام استعماري. يلا يتقادوا معاهم. حنا راه ماشي العبيد ديال غنو، حنا بغينا المستثمرين يحترمونا ونحترموهم وما يفرضوا علينا حتى شي حاجه. وبهذه المناسبه انا كنشد وخصوصا الناس اللي عندهم وليدات صغار كيفيقوا بهم في النبوري في الظلمات يعني تحيه لهذه السيده بصراحه. يعني هذا هو الواقع، هذا هو الواقع المر اللي كنعيشوا عليه. اخوان شوف في التصريح ديال هذا السيد حول الساعه يعني كيدوي بواحد الطريقه اللي ما هياش، ما عرفتش انا كيفاش، واش كامل العقليه ديالو ولا فقد الوعي ولا الله اعلم، انا ما عرفتش. الاخوان شوفوا التصريح انا ضد العارضه المشبوهه اللي كطالب بالالغاء الساعه الاضافيه، وهذه العارضه تبع المخابرات الجزائريه. يا سيدي اي حاجه تلصقها في الجزائر سبحان الله العظيم. فين ما كانت شي حاجه كنبغيو ندويو عليها حنا كشعب كيلصقوا الجزائر، تيقول لك الناس ديال الجزائر. وهاد الناس هادو اللي خارجين في الفيسبوك الاسماء ديالهم الصفحات ديالهم يعني علامات توثيقيه بالاسماء ديالهم، شكون هاد الناس هادو؟ جزائريين راه مغاربه وقال لك مشبوه فيهم. سمعوا الاخوان كملوا التصريح وتشوفوا. راه ما يمكنش لي انا كمنظمه حقوقيه سي حريشه غادي نامن بواحد العارضه اللي هي وهميه. اسمع الاخوان قال لك بان هاد العارضه ردها وهميه، ما بقاتش جزائريه ولات وهميه، يعني اشباح، حنا ولينا اشباح ماشي بشر. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني هذا الانسان ماشي في العقل ديالو، ربما فقد الوعي ديالو. واللي موقعين فيها 70,000 ديال الجزائريين بخصوص الساعه الاضافيه، المطالبه بالغاء الساعه الاضافيه. حنا كمنظمه ما كنامنوش بهذه العارضه، كنامنوا بالمراسلات للجهات. حنا كمنظمه رسلنا الجهات، اي مواطن باغي يسجل الموقف ديالو يمشي عند القيد عند الباشا الرساله ديالو كيعبر على الاستنكار ديالو وكيطالب بالالغاء، حيت هذه المؤسسات غتحميه، ماشي عارضه وهميه تتحكم فيها المخابرات الجزائريه. والاخطر من ذلك السي حريشه والسي محسن، كاينين مغاربه في العالم القروي تلقينا اليوم مجموعه ديال الرسائل، الرقم ديال المنظمه هادو مغاربه في العالم القروي فرحانين بهذه الساعه الاضافيه. تيدوي على العالم القروي السي، راه العالم القروي ما عرفش هو هاد الساعه كاع اللي زايده ما دايرهاش هو في التليفون، تعرف غير التوقيت القديم اللي تعرف مورا العصر مورا الغداء. هذه هي الفكره اللي عنده. هاد الساعه الجديده خلينا لكم، يعني هذا الكلام هذا ديالك يعني ما عرفتش انا علاش كدوي العالم القروي، ما عرفتش هو الساعه الجديده كاع ما مطبقها هو. باش دوي لي على الساعه العالم القروي بانه عاجبو قال لك الساعه الجديده. شوف ما فهمتش انا كيف السيد، ما عرف واش شارب شي حاجه واش الله ولا. كيقول لك السي الوزاع الساعه الاضافيه حنا بغيناها في الصالح ديالنا حنا الناس ديال العالم القروي. كاين بعض شكون هاد الناس هادو ديال العالم القروي؟ وريهم لينا صاحبي اللي باغي هاد الساعه، ولا حتى حنا نسمعوا هادشي غير وهمي اللي كتقول. المواطنين كيعبروا على الادانه ديالهم، ولكن هاد الناس اللي في العالم القروي تما راه مواطنين مغاربه. حنا رسلنا للجهات، حنا كمنظمه عندنا الثقه في المؤسسه الملكيه، واي قرار تخدم من طرف الجهات المسؤوله حنا كنحترموه. هاد الناس كيعرفوا المصلحه ديال الوطن، كيعرفوا المصلحه ديال المواطن. كتعرفوا المصلحه ديال المواطن. سمعتوا لهاد الناس هاد الناس كاملين اللي خارجين في هاد العريضه ما خرج حتى واحد يدوي ولا يجاوب ولا باي حاجه والو، كاين حتى حاجه. حتى الناطق باسم الحكومه ما خارج حتى بشي تصريح بدا يقول لك اللي كاين كاينش. يعني كتبغيو تقولوا هذاك الشيء اللي عجبكم. لا حول ولا قوه الا بالله. وصافي الاخوان والله العظيم
اخوان تحياتي لكم جميعا. كنتمنى تعجبكم هذه الحلقه الاخوان، باش تعرفوا بان الساعه ما باغا حتى واحد وما عجبها حتى واحد. يعني حنا ضد هاد الساعه، حنا عارضه من يعني اللي ضد هاد الساعه هادي. كنتمنى ان شاء الله الميساج ديالنا يوصل وتكون يعني الاستجابه من الحكومه، واخا انها راه عارفه شنو كاين وما باغياش تجاوب، ولكن كنتمنى تخرج بشي تصريح وتجاوب. وحنا مقبلين على الانتخابات، فيعني هذه الحكومه لا مشات على الطريقه فحكومه فاشله بكل معنى الكلمه. ما بقاش المواطن يتيق باش يعاود يصوت، لان الحكومه اللي ما كتهتمش بالشعب ديالها وتسمع صوت المواطن وتخرج ليه بواحد التصريح وتجاوب وتطمئنوا، فهذه يعني لا حكومه لا شيء. يعني هذا الشيء جايه انتخابات، هذا الشيء ما كيبشرش الخير باش انسان يعاود يتيق وينتخب. فانا بالنسبه لي انا شخصيا ما نبقاش نتيق حتى فشي واحد باش ننتخب عليه ولا نصوت عليه. يعني هذا الشيء باين باش كتشوف الحكومه قداش يعني ما قدراش تجاوب المواطن شحال ديال الشعب اللي كيطالب بهذا الالغاء، تخرج غير بشي تصريح طمع المواطنين ديالها بان هاد الساعه غتحيد ولا غيكون شي حل ولا غتكون شي، يعني كتجاهل شي حاجه اللي هي ديال الشعب. فلا حول ولا قوه الا بالله. اخوان ما تنسونيش باللايك الفيديو، الاخوان تشجيع منكم، بارطاجيو الفيديو. تحياتي لكم جميعا. اللي ما دارش اشتراك في القناه يدير اشتراك فضلا منكم وليس امرا. وتحياتي لكم جميعا اخواني اخواتي.